اللي عايز يعمل غدا سريع بأقل وقت وأقل مجهود وكمان في حلة واحدة ومغذي، تعالوا يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. بس الأول نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ونسمي الله، واللي ما اشتركش في القناة يشترك فضلا وليس أمرا. أول حاجة معايا في حلة على النار هنزل ببصل متقطع مكعبات في مادة دهنية، سمنة أو زبدة أو زيت حسب ما تحبوا، وبشوح بس البصل يدبل بس كده ايه شوية. وبعد كده بنزل عليه باللحمة متقطعة مكعبات صغيرة، يعني تقريبا زي تقطيعة كباب الحلة. بشوح بقى اللحمة مع البصل كده زي ما انتوا شايفين، دي تقطيعة اللحمة. وبعد كده بنزل عليها بالبهارات، معلقة من السبع بهارات أو البهارات المشكلة، فلفل، ملح. بقلب كويس قوي وبضيف عليه برضو معلقة من البابريكا، لحد بس ما السوائل كلها اللي في اللحمة تنشف. بعد كده بنزل عليها بالمية المغلية، وبسيبها بقى ايه تستوي مع بعض، يعني من ساعة لساعة ونص كده على حسب نوع اللحمة، يعني سواء كبيرة أو صغيرة، وبغطي عليها تستوي. لما بتأكد بقى ان اللحمة استوت بنزل عليها بالخضار. انا هنا نزلت عليها ببسلة متفرزنة او متجمدة، ممكن استخدم اي خضار تاني غير البسلة، بس اراعي وقت التسوية للخضار بيختلف من نوع خضار للتاني. مهمة أوي النقطة دي تراعوها. وبعد كده أنا كنت نقعة طبعا، غسلت الرز البسمتي ونقعته نص ساعة كده. كوباية الرز البسمتي بتاخد كوبايتين من الشوربة، وطبعا زودت كمية الشوربة وغطيت عليه لحد بس ما المية بتاعة الرز نشفت تماما. سبته بعدها 10 دقايق وطلع معايا بالجمال ده. أكلة سريعة ولذيذة، يعني فيها كل حاجة ممكن نحتاجها في الأكل، خضار، نشويات، بروتين، يعني مش ناقصها أي حاجة خالص. كمان أهم حاجة إنها بتتحضر في وقت قياسي جدا، من غير بقى أي مواعين كده ولا الكركبة بتاعة المطبخ. مش عايزين حد كده يبقى واقف في المطبخ تعبان. وممكن بقى ناكلها في بصوصات، بسلطة، يعني كل حد وذوقه في الأكل، يعني حاجة جميلة وسريعة وهتعجبكم قوي. جربوها وما تنسوناش يا حبايبي باشتراك في القناة عشان يوصلكم مننا كل جديد، واتمنى اعرف رأيكم ايه. الى اللقاء.